شفت استاذ عمرو الدرديري كتب ايه عن النادي الاهلي وقصه وسام ابو علي وزيزو؟ والله شكلك ما شفتش. تعالى. حمدي فتحي اول ما جاله عرض من قطر قال لك لو رجعت مصر هرجع عليك، وده طبعا ما اتقالش. ودلوقتي بيكمل انتقاله لبيراميدز ليه؟ عشان عارضين فلوس اكتر منك، واحنا اصلا مش عاوزين حمدي فتحي. اكرم توفيق اول ما الشمال القطري حط عرض محترم سابك ومشي. اكرم كان عقده خلص والاهلي فعلا ما كانش محتاجه في حاجه. رامي ربيعه بعد انا جزء رامي ربيعه ده اصلا مش هتكلم فيه يعني. دلوقتي بقى بتتخانقوا مع وسام ابو علي عشان جاله عرض من بره بمرتب اكبر، وانتوا مستغربين ليه بيفكر يمشي. بص، موضوع وسام ابو علي مفيش حد فينا قال انه لا يا وسام انت لازم تفضل قاعد في الاهلي وتضحي بالفلوس خالص، بالعكس احنا اللي بيشترينا بنشتريه. علي معلول، اليو ديانج، ابو تريكه وغيرهم كتير قوي يعني. كون ان انت احاسبك على انك، يعني انا مش عايز اقول كلام صعب، بس ان انا حاسبك ان انت مش اصيل، طبعا ده مش من حقي. كل واحد حر، كل واحد وتربيته وتفكيره وعقله ومنطقه واحترافيته. الراجل بيدور على الفلوس، هو حر. امال هو هيلعب ببلاش؟ شايف ان الفلوس اللي جايه له بره اقيم واكتر من الفلوس اللي في النادي الاهلي؟ طبعا من ضمن الناس اللي ما قلتش اسمها محمد شريف في حته تانية يعني. شايف ان الفلوس دي هي اقيم او اكتر او احسن؟ هو حر في الاول وفي الاخر، القرار قراره. ولكن لما يكون عقده مع النادي الاهلي لسه فاضل له 4 سنين، يبقى القرار قراره هو والنادي الاهلي. نكمل. يعني باختصار، الناس مش بتيجي عشان الجزيرة ولا ابن التتش ولا عشان بيحلم يلبس الفانيلا الحمراء ولا عشان الجنيه في الاهلي ب10 بره. الناس بتيجي عشان عندكم فلوس، واللي بيمشي اول ما بيلاقي فلوس اكتر. وبعد كده تزعلوا من جمهور الزمالك لما يقول زيزو مشي عشان الفلوس. طب ما وسام هو نفسه اللي مشي عشان الفلوس، بس المرة دي عشان الفلوس مش من ناحيتكم. بقيتوا بتعايروه ان انتوا زودتوا له الفولورز. طبعا الحاجة اللي مستحيل تحصل ان اناقش في الموضوع ده، ولكن انا رديت رد بسيط خلال ما انا بقرأ.